مفتوح دمع اللي ينتظر يشتاق باللحظة عمر، وانا على قد نية الدرب تدمع مسافة عيوني. بدين ماي بدمعتك طشرني شهقة بحسرتك، ضيعني بسنينك وقت باهت بدونك لوني. يا ريت خلصت العمر يا نفس ما شميتك، سافرت باحلام العشق وهناك ما لقيتك. يا ريت خلصت العمر يا نفس ما شميتك، سافرت باحلام العشق وهناك ما لقيتك. شوق ببحر حزنك عبر مشتاق لك يا المنتظر، بس مرني وانطيك النظر والباقي من ايامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوت وشعر. رمضان كريم عليكم ويا رب يتقبل الطاعات بحق محمد وآل محمد إن شاء الله، صيام مقبول ويعيد عليكم بالأمن والأمان بحق محمد وآل محمد. خلونا نرحب وياكم بضيف الحلقة الشاعر الحبيب الصديق سجاد النعيمي. حياك الله حبيبي سجود. اهلا وسهلا حيدولي. رمضان كريم علينا وعليك يا حبيبي. الله يسلمك، شرفتنا ونورتنا زحمة طبعا. لا يا حبيبي وانا اشكرك على هاي الدعوه الطيبه. الله يبارك فيك يا حبيبي رحمه الله عليك. احبائنا ومشاهدينا ومتابعينا يحبون ان تعرفون على سيرتك الذاتيه. على راسي على راسي. خدمتك سجاد مؤيد من مدينه الصدر. نعم. متزوج ولدي طفل. الله يحفظه ان شاء الله. سجود. سجود شو وقت بديت الكتابه ومن هم ابناء جيلك؟ بدأت الكتابة 2014، الانطلاقة الفعلية 2018. أبناء جيلي كثيرون بس اللي واحد اثنين أي واحد اثنين اللي قريبين علي هم الأخ والحبيب أحمد عاتي والصديق محمد العبادي. تحياتنا لهم. سجاد، هل حصلت على استحقاقك من الشهرة وأين تجد نفسك الآن؟ أجد نفسي يعني اول شيء بعد استواء الشهرة. اي نعم، بعد واحد يطمح اي نعم للطموح، واحد يطمح مثل ما يقول يخلي الشعراء الكبار يعني يخليهم هدف له مثل ما يقول. نعم. اي ويوصل لهم ان شاء الله. اتمنى لك كل التوفيق. الله يبارك فيك. سجاد، ماذا تحتاج القصيدة الآن وهل يوجد اسفاف عند بعض الشعراء؟ اي نعم عندهم. تحتاج الى الثقافة، تحتاج الى الاطلاع، تحتاج الى السماع للشعراء اللي سابقهم بالتجربة. نعم. ويستفادون منهم هم من تجربتهم. حلو. والله يوفقهم ان شاء الله. الله يوفق الجميع ان شاء الله. سجود قصيدة روح مسامحك، لمن كتبتها بصراحة؟ كتبتها الصديق. يعني مر بموقف يعني؟ اي مريت بموقف كتبتها. مو عن فراغ. لا مستحيل اي قصيدة، شوف حيدر، اي قصيدة اليوم تنكتب مستحيل تنكتب على فراغ. الا بحالة يعني تمر بموقف وبحالة جرح عاطفي يمر بك او جرح صديق او ما شابه ذلك، يلا تنكتب القصيده بروحيه صحيحه. يعني تحكي عن نفسك لو عن لا عن نفسي، لا عن نفسي اسولف فيها انا. حلو. اختصرت يعني مشاعر مثل ما يقول. حلو. اي نعم. بماذا يشعر سجاد النعيمي عندما يكتب للامام العباس سلام الله عليه؟ سلام الله عليه ابو فاضل. احس علاقتي بابو فاضل عليه السلام يعني علاقه يعني شلون مثل ما تقول علاقه يعني قريبه الروح ابو فاضل عليه السلام. انخاء سلام الله عليه. يعني بكل شده اوقع بها انا انخاء ابو فاضل عليه السلام. احس اقرب واحد يعني اهل البيت كلهم على راسي، بس اقرب واحد هو الي القلب يعني هو ابو فاضل عليه السلام. كل شخص سبحان الله يعني يخلي فد امام يعني دائما يشكي له دائما. نعم. احسن. الله يوفقك. شكرا. سجود، وين تعاملت من الرواديد؟ هم صار عندك تعامل يعني ويا الرواديد؟ كتبت الرواديد؟ نعم كثير من الرواديد. تحياتي لاحمد الرباعي. الله يخليك، وحسين الصغير ومرتضى العبادي وكثير من الرواديد. اعتذر عن ذكر اسماء. انا نسيت ان حيدر العارضي جدا اعتذر. يوم على اسم سامي. الله يوفقك ان شاء الله. الله يبارك فيك. سجود، رايك بحركات المنتديات الشعريه وهل هناك انصاف للشعراء؟ والله جاي نشوف احنا منتديات كثيره بالمدينه. نعم. وجاي تسلط الاضواء على بعض الشعراء اللي هذا شيء زين على اي طبعا. حلو. بس هو بيه مثل ما يقول فيه سلبي وايجابي. هذا الايجابي. السلبي يعني مثل ما يقول خالاته هواي ويصعدونه مثل ما يقول. هاي
اي بعد رساله. اتمنى التوفيق للجميع. حلو. نعم الله يوفق الجميع ان شاء الله. سجود، ما رايك بهذه التسميات الكبير العظيم والله الكبير والعظيم ان شاء الله؟ نعم ما تحتاج التسميات الكبير ولا العظيم. هو مثل ما يقول الجمهور هو يحكم عليه، والقصيده هي اللي توصله وهي اللي تحجمه بهذا اللقب مثل ما يقول. صح. اي احسنت جواب يعني موفق. الله يبارك. الله يبارك. سجود، هل اثر شعراء التيك توك على الذائقه العامه يعني؟ والله وايد دمروا الذائقه. لا دمروها والله العظيم. والله مو خوش. يعني شو طالب وش تقدم لهم نصيحه يعني؟ والله انه هم يدبرون الشعر. لا مو يسوي له محل. لا نعم مو مشكله، ما جاي مثل ما تقول يقدمون رساله صحيحه. انه يعني شيء يعني ما اقدر احكي على وسائل الاعلام يعني. مو تعاملك يعني انا هسه مو دفاعا عنهم. نعم كلامك خير، بس هي المشكله هم الذائقه شويه مع هو الجمهور هي المشكله. جاي ينقد بيه ويصعد بيه. انت الجمهور هي هاي المشكله، جاي ينقد بيه ويصعد بيه. حلو. اي والله الله يوفق الجميع ان شاء الله ويرجعون للطريق الصواب. اي والله. نعم. اعطينا لقب للاسماء المذكوره. نبدي بالشاعر الكبير استاذنا وحبيبنا رحمه الله على روحه اليوم الخميس. نعم. ابو علي سمير صبيح. سمير صبيح. سمير يعني يعجز اللسان عن وصفه. الشيء وصفه يعني قليل ايش انطي وصف قليل. بس اللي ابسط يعني مثال وابسط لقب اللي انطيه هو انطيه القائد. القائد العام للشعر الشعبي. احسنت. جبل. احسنت. احنا قلنا كل شيء قليل يعني. هذا اقل وصف بحق الله. سمير صبيح. صحيح جدا. احسنت. رادود الحاج باسم الكربلاء، تحياتنا للاسطوره. الله يحفظه. والله الله يوفقه يعني. شحتي بحق خادم الامام الحسين، شحتي بحقه قليل. الله يوفقه. والله طني ايش كلمه لقب يستاهل يعني. شقل لك والله قليل بحقه يعني مثل ما تقول. هم اعتبره هم قائد وهم مدرسه. القصيده الحسينيه. شاعرنا الحسيني عبد الخالق المحنى. الله يوفقه. شاعر مبدع وقدم كثير من القصائد الحسينيه. اي والله كبير. نعم. سجودي قبل لا نختم نريد نسمع منك شيء على ذوقك. قصيده للمتابعين خالد الحسين. الله يسلمك ويحفظك. اسمعك والله بسيطه. اي نعم. تقول انا سلاح الجقار بحرب الدموع. انا سلاح الجقار بحرب الدموع، اذا موت تشيعنا القصايد. انا كتبوا هموم على المسلات ونقلت حزن اوراق الجرايد. صلى بخد دمعه وكم فرض صام بحيث دموع صارن كان مساجد. صلى بخد دمعه وكم فرض صام بحيث دموع صارن كان مساجد. ومرتي نغضطت ويواد مرخاص وحاجر روحي قعد جلد تعاند. ومرتي نغلطت ويواد مرخاص وحاجر روحي قعد جلد تعاند. وكرهتني القلوب كانت وياي كراهة شاعر ببيت الثوارد. كرهتني القلوب كانت وياي كراهة شاعر ببيت الثوارد. ومرايا ومن عشت ما كذبت يوم صريحة وعلى الغلط تلقاني شاهد. ومرايا ومن عشت ما كذبت يوم صريحة وعلى الغلط تلقاني شاهد. وجه واحد عشت مثل التماثيل. بوجه واحد عشت مثل التماثيل. قلبي ولون وجهي وراي واحد. قلبي ولون وجهه وراي واحد. وسلامتك يا حبيبي. صح لسانك. الله يبارك فيك ويحفظك ويعزك. ما شاء الله يعني انت الغنى عن تعريف مبدع. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. اتمنى لك كل التوفيق. فدوى قلبك للجميع يا رب. وزاحمناك يا عمر. لا يا حبيبي الله يشرفك. الله يسلمك. الله يسلمك سجودي. نعم احباء المشاهدين، الى هنا وصلنا الى نهايه هذه الحلقه. انتظرونا في حلقات قادمه. الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مفتوح دمع اللي ينتظر يشتاق باللحظة عمر، وانا على قد نيت الدرب تدمع مسافة عيوني. بدين ماي بدمعتك طشرني شهقة بحسرتك، ضيعني بسنينك وقت باهت بدونك لوني. يا ريت خلصت العمر يا نفس ما شميتك، سافرت باحلام العشق وهناك ما لقيتك. يا ريت خلصت العمر يا نفس ما شميتك، سافرت باحلام العشق وهناك ما لقيتك. شوق ببحر حزنك عبر مشتاق لك يا المنتظر، بس مرني وانطيك النظر والباقي من ايامي.